ويخطئ من يسيء الظن بنا. الابتعاد ديالنا على دوك الحوارات اللي ما عندهم حتى شي فائده، والابتعاد ديالنا على دوك النقاشات اللي ما غادي يطوروا في حياتنا حتى شي حاجه، والابتعاد على دوك المشاكل وعلى دوك الخصومات اللي غادي يزيدوا غير يرونوا لنا حياتنا. هذا ماشي خوف منا، كيف كيعتقدوا بزاف ديال الناس، كيف كيظنوا بزاف ديال الناس، بل هذا نضج كيوصل له الانسان في واحد المرحله من حياته. لان الانسان اللي كيفهم الحياه، اللي كيفهم الاساس ديال الحياه، ماشي هو الانسان اللي مازال ما فاهم حتى شي حاجه، ماشي هو الانسان اللي مازال كيهتم بواحد الامور اللي ما عندها حتى شي فائده وما غادي تطور حتى شي حاجه في حياته. حيت بصح كاين فرق كبير، ما بين الانسان اللي فاهم الدنيا والانسان اللي ما فاهم حتى شي حاجه. الانسان اللي فاهم الدنيا كتلقاه كيتعامل بكل تواضع، وما كيفرقش بين الناس، وما كيحكمش على الناس من المظاهر ديالها. اما الانسان اللي مازال ما فاهم في الدنيا حتى شي حاجه، كتلقاه كيتعامل مع الناس على حسب الطبقات ديالهم. كيتعامل مع الغني زوين ويقدر انه يتدلل له باش يتقرب منه، وكيتعامل مع الانسان الفقير بكل احتقار وبكل تكبر. الانسان اللي فاهم الدنيا كياخذ الامور بجديه، كيحاول ما امكن انه يتحمل المسؤوليه ديال الامور اللي في حياته، كيحاول دائما انه يلقى حلول باش يطور حياته، باش يزيد للقدام. اما الانسان اللي مازال ما فاهم حتى شي حاجه في الدنيا، دائما كيتهرب من المسؤوليه، ما كيعطيش الحوايج القيمه ديالها الحقيقيه، ودائما كيتهضر ناس اخرين هما اللي يلقاو له حلول، هما اللي يقرروا له في حياته. فما كتكونش عنده شخصيه، فما عمره ما كيتطور في حياته، ما عمره ما كيزيد للقدام. وزيد من الصفات اللي كتفرق بين هاد جوج ديال الناس، بين الانسان اللي فاهم بصح الدنيا والانسان اللي ما فاهم حتى شي حاجه. حنا باغيين ان الناس تفهم الاساس ديال هاد الحياه، وانها خصها تفهم باللي فريمون كاينه امور اللي خصنا نفكروا فيها، كاينه امور اللي خصنا نعطيوها وقتنا، اللي خصنا نعطيوها قيمه باش نعالجوها، باش نطوروها. وان كاينه امور اللي ما تستحقش منا اننا نضيعوا فيها وقتنا، ما تستحقش منا اننا نفكروا فيها، لانها ما غادي تزيدنا حتى حاجه في حياتنا، بل غادي تزيد تأزم الامور اكثر.